من قلب الحدث حريق هائل يلتهم الاخضر واليابس داخل وزاره الزراعه. طبعا عربيه الاسعاف جت عند البطل احمد عبد العزيز، طلعت كوبري 6 اكتوبر. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحريق ضخم جدا جدا جدا، ادى الى اتلاف بعض المنشآت والمباني داخل وزاره الزراعه. وطبعا كل الناس بتتساءل عن سبب هذا الحريق، ولكن لا يوجد اجابه واضحه. زي ما حضراتكم شايفين ده طلعت اول 6 اكتوبر، اول كوبري، وده طبعا كوبري 6 اكتوبر اهو. طبعا الحريقه على اليمين وانت طالع حريقه ضخمه جدا وكبيره جدا، محدش عارف السبب. وكمان الاسعاف وسيارات الاطفاء والامن، طبعا كل حاجه يعني تحت السيطره، ولكن الحريق غير معروف السبب، غير معروف الهويه. نتمنى يعني ان لا يكون هناك اي خسائر في الارواح او اي خسائر ماديه. الحريق بالظبط لكل الناس اللي عايزه تعرف موقع الحريق بالظبط اول طلعت طريق او كوبري 6 اكتوبر من الشارع البطل احمد عبد العزيز. زي ما حضراتكم شايفين دي الطلعه اهي، وها هو الكوبري. طبعا تجمع بشري كبير والحريق ضخم جدا. اللهم استر يعني جميع من داخل الوزاره، اللهم يعني نجيهم. طبعا نتمنى من كل مشاهدينا الدعاء لكل من يعمل داخل هذه الوزاره ان يخرج سالما ان شاء الله. دمتم سالمين. طبعا الحريق عشان كل الناس تبقى عارفه دي طلعت 6 اكتوبر اهي، ده الكوبري اهو، والحريق على اليمين حريق ضخم جدا 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 يلتهم الاشجار واليابس والاخضر وكل شيء. اطفاؤه طبعا المطافي لفت من الناحيه الثانيه للسيطره على هذا الحريق. واحنا اتصلنا معانا احد الاهالي. اتفضل يا فندم. هو العمده احمد حبيب. تمام. العمده احمد برضو. عملت ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل؟ ورن والحقناه بسرعه، وانا معاك الكابتن محمود يا حبيبي. تمام. والعمده احمد حبيب. تمام. هل هناك اسباب معلنه؟ في اسباب معلنه عن لسه ما حدش عارف حاجه. الموضوع خطر طبعا. موضوع ربنا يستر. زي ما لحقنا المطافي واتصلنا انا والعمده احمد حبيب. تمام. حبيبي. زي ما حضراتكم شايفين الاهالي على الفور اتصلوا بالخطوط الساخنه للمطافي والاسعاف الذي تواجدوا على يعني مقربه قريبه جدا 5 دقائق بالضبط. تم السيطره، ولكن ليست السيطره كامله، ولكن الحركه المروريه ممكن ان تتوقف بسبب هذا يعني الحريق الكبير. انت عايز تستنى بس احنا ربنا جعلنا السبب برضه. قول احنا ربنا جعلنا السبب، عدينا بعربيتنا تمام وقفنا واتصلنا بالمطافي. تمام. طب ايه سبب الحريق؟ ما حدش يعرف، هي اشجار اللي ولعت. اشجار. بس انا بقول لك ان هو ولع من جوه وفي حد اصلا. في حد اشجار بس الحمد لله احنا لحقنا المطافي الحمد لله ولحقتها الحمد لله. تمام. في اي خسائر في الارواح؟ في اي خسائر ماديه؟ لا يوجد اي خسائر ماديه او خسائر في الارواح. تمام. اللهم اجعله في ميزان حسناتكم. تمام. تابعينا في كل مكان زي ما حضراتكم تابعين معانا، يعني حريق داخل المتحف الزراعي بمنطقة الدقي في أوراق الأشجار وبعض الخلافات الموجودة داخل المتحف. طبعا الأجهزة الأمنية متواجدة بشكل كبير جدا جدا في منطقة الدقي، وأيضا تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء الآن، حوالي 4 سيارات أو 5 سيارات للإطفاء متواجدة الآن، وما زال طبعا سيارات الإطفاء يعني تأتي أو بيتم الدفع بسيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية زي ما حضراتكم متابعين معانا للسيطرة على هذا الحريق اللي نشب طبعا داخل المتحف، وبالتحديد في أوراق للأشجار وبعض المخلفات الخاصة بالأشجار داخل المتحف. طبعا إن شاء الله يتم السيطرة بشكل سريع من قبل قوات الحماية المدنية على هذا الحريق. طبعا منذ قليل طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا، هو بعيد عن المبنى الخاص بالمتحف، وطبعا صح ولا طبعا الحريق نشب في بعض المخلفات الخاصة بالأشجار، مخلفات كثيفة وكثيرة داخل هذا المتحف، ونشب الحريق منذ قليل. طبعا يعني مازال قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء يعني بيحاولوا جاهدا وبيعملوا بشكل كبير للسيطرة على هذا الحريق طبعا اللي مازال مشتعل داخل المتحف الزراعي بمنطقة الدقي.
اشتعال النيران طبعا بجوار المتحف الزراعي بمنطقه الدقي زي ما حضراتكم شايفين معانا في هذه اللحظات. تشتعل النيران طبعا داخل حديقه بجوار المتحف الزراعي الان، وقوات الحمايه المدنيه بتحاول عمليات الاطفاء زي ما حضراتكم متابعين معانا. النيران بتشتعل حالا النيران بتشتعل، ووصول سيارتين لقوات الحمايه المدنيه وبتحاول طبعا اطفاء هذا الحريق طبعا اللي اشتعل طبعا بجوار مدرسه جمال عبد الناصر بعد غلق لجان الاقتراع، بعد غلق لجان التصويت. الان هذا الحريق يشتعل طبعا في احد الحدائق او بجوار المتحف الزراعي بمنطقه الدقي زي ما حضراتكم متابعين معانا. قوات الحمايه المدنيه بتحاول اطفاء هذا الحريق، ويعني بندعو ايضا يعني بالدفع بمزيد من سيارات او قوات الحمايه المدنيه للسيطره على هذا الحريق اللي نشب منذ دقائق قليله وما زال طبعا بيشتعل، والاجواء يعني تشتد اكثر صعوبه مع يعني ارتفاع تيار الهواء. ده المتحف الزراعي. المتحف الزراعي ده المتحف الزراعي. عايز اوصلهم عشان نطفي ولا نخرجوا بره ويشتغلوا. انت كنت هتطفي بايه؟ انت اكيد مش هتطفي بايه؟ هتطفي بايه؟ هتجيب ميه منين؟ انا اشتغل زراعي ليه؟ كان في خراطيم كتير.